بقالنا كتير ما تخيلناش. تخيل كده ان انت قررت تروح تقضي يومين في الغابة، تولع نار، تنصب خيمة، وحصل كل ده وجا عليك بالليل فدخلت تنام جوه الخيمة. فجأة سمعت صوت غريب بره، فقررت تطلع تشوف ايه اللي بيحصل بره. وفعلا طلعت من الخيمة، مشيت شوية كده، اكتشفت ان انت نسيت الكشاف. انت مش شايف اي حاجة، الدنيا ضلمة تماما حواليك. بتبص كده يمين وشمال، فجأة لقيت من بعيد حاجة صغيرة منورة أخضر. انت قدامك دلوقتي 3 حلول: يا تجري، يا ترعى بالصوت، يا تتقدم وتاخدك الشجاعة وتشوف ايه ده. خلينا نقول ان انت شجاع جدا وقررت ان انت فعلا تشوف ايه البتاع المنور اللي هناك ده، ورحت لحد عنده. متخيل ده ممكن يكون ايه؟ اللي قدامك دي هي الفطريات المتلألئة، بتعيش في الغابات اللي الرطوبة فيها عالية. الفطريات دي بتنور بالليل نتيجة تفاعل كيميائي بين مركب لوسيفرين وأنزيم اسمه لوسيفرايز. الاتنين دول لما بيتحدوا في وجود الأكسجين بيديك أنوار أخضر، أزرق، والعملية دي كلها اسمها التلألؤ البيولوجي. وعلى فكرة احنا عندنا أنواع من أناديل البحر بتعمل كده برضه. بس نيجي للسؤال المهم بالنسبة لي: ليه الفطريات دي بتنور؟ احنا عرفنا ازاي، ليه اصلا بتطلع نور؟ العلماء لحد دلوقتي ما عرفوش السبب الرئيسي اللي الفطريات دي بتستخدم النور بتاعها فيه، بس حطوا 3 نظريات. اول نظريه ان الضوء بتاع الفطر ده بيجذب الحشرات فتعلق في رجليها، فالحشرات لما تتنقل تروح اماكن تانية تبتدي انها تنشر الفطر ده في اماكن كتير. تاني نظريه هي ان الضوء بتاع الفطر ده عباره عن وسيله دفاع عن نفسه عشان ما فيش حيوان ياكله. تالت نظريه إن الضوء بتاع الفطر ده عبارة عن وسيلة تواصل بين الكائنات في الضلمة، حاجة كده شبه الدليل، مرشد السياحي كده يعني. أنت دلوقتي خلاص اطمنت وعرفت إن هو فطر. نيجي بقى للسؤال المهم: ينفع تاكله ولا لأ؟ هل في خطر عليك لو قربت منه ولا لأ؟ وهل في خطر على الحيوانات؟ بالنسبة للحيوانات الفطر ده مفيش أي خطر منه عليهم، بس أنت كبني آدم في خطر عليك. معظم انواع الفطريات دي مش سامه، تقدر انت تتعامل معاها، لكن في مجموعه صغننه سامه، فلو قابلت نوع من انواع الفطريات دي ما تحاولش ان انت تاكلها. انا ما اعرفش ازاي هيجيلك قلب تاكل حاجه بتنور بالليل، بس يعني لو حصل وجعت وكده ما تقربش من الفطريات.